بالتأكيد لكتيبة جيسوس في الاستمرارية والانتصارات. لقد بدأوا الموسم بشكل رائع وفازوا بكأس السوبر، والليلة يريدون مواصلة المشوار بتحقيق الانتصار الثاني في دوري روشن من أجل المحافظة على اللقب، على الرغم من أنهم سيخوضون مباراة الليلة بدون نيمار، بدون مالكوم، وأيضا الوافد الجديد لاحقا سينضم إلى الفريق وهو النجم البرتغالي القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي جواو كانسيلو في تشكيلة الهلال. بداية أحداث هذه المباراة، كل التحية لكم أينما كنتم، وثلاث مباريات انتهت بالتعادل بين الفريقين. سالم الدوسري تغطية وتدخل، عاد بعد ذلك إلى رمية جانبية، لا زال سيرجي يشتغل الضربة الأولى، سالم كرة عرضية خطيرة من رأس جميلة وصافرة، وبعد ذلك الكرة يا إلهي لقطة في منتهى الخطورة. كوليبالي أمام فرصة خطيرة للغاية أمام نانيت، خطيرة في القائم الثاني وقوية يا الله. كوليبالي مرة أولى، سافيتش لمس القحطاني طالت عليه، يا لها من فرصة، يا لها من لقطات جميلة للغاية وردة فعل ولا أروع من الحارس المخضرم. نيتا يمنع الهلاليين من الوصول إلى للوراء باتجاه سالم. التمريرات الهلالية والتحرك بجانب سيرجي، لكن اللاعب يستمر. هذه نظامات بينية لا تكتمل. البليهي يتدخل مرة أولى بلمسة سريعة أفضل ونتائج أفضل. إنهم كودو مر، كودو عرضية جميلة لكنها مرت، يا الله لقطة ولا أروع. إنه الممتع كودو، كيفن مرور جميل، كيفن عرضية رائعة، انتظار لمترو خطيرة، ومترو وكرة جول في صافرة قبل كل شيء، في تسلل يا إلهي على لقطة. لقد هرب ميصل إلى الحمل لمصلحة محمد القحطاني، مرتدة سريعة، تحرك لمترو خطيرة هلالية، قحطاني بلمسة لكن التمريرة جاءت ناقصة، ضاعت اللقطة الأخيرة. يحتاج إلى مباريات أكثر وخبرة أكبر. لودي يستعيدها صافرة من الحكم، وخطأ يحتسب حكم المباراة على لودي في هذه الأثناء لمصلحة نادي ضبك. قطعة سالم ينفذها سريعا، سيرجي يحاول مرور لكن التغطية من جانب نور. رشيد يبعد الكرة، حكم اللقاء يوقف اللاعب بعد تدخل في اللقطة الماضية. بعض التوقفات اللي تؤثر بطبيعة الحال والكم من النجوم وأيضا الحضور من المشجعين. حلوة كرة بينية لكنها صعبة، بعيدة على حمد اليامي. بتروفيتش، وبعد ذلك في وسط الميدان عن طريق رمزي سولان، رمية جانبية وخطأ يحتسب الحكم. أجمل متاحة لرمزي، سولان نظامك بينية، المحاولة مرور جميلة لكنها لا تكتمل. بورو يتدخل أمام الثعلب كودو، ولكن الحال بشكل رائع حتى الآن. كرة طويلة، محاولة فيها تغطية وتصل بعد ذلك إلى رمزي سولان. حكم اللقاء يشير إلى خطأ لمصلحة عبد الله الحمدان. محاولة لمصلحة الهلال، نيفيز على تنفيذها طويلة، سافيتش بالراس خطيرة لكنها مرت. سيرجي ميلينكوفيتش لم تكتمل. الكرة كانت بالمقاس على الرابع على محمد القحطاني، لكن يقاتل على كورته ليفتكها ليستعيدها ليمررها، والدفاع يتدخل بعد ذلك، والجماهير كانت تطالب بلمسة يد جيسوس. كرة أمامية رأسية بالخطأ والتسديدة لكنها في يد الحارس، سال في يد نيتا. كرة كانت في منتهى الخطورة، لم تكتمل اللقطة الأخيرة. شوفها مرة ثانية، مررها بالخطأ أمامية باتجاه كودو في مكان خطير. كودو تسديدة وبورو يتألق في صدها. يا لهذه الكرة، يا لهذه الفرصة اللي كانت في مسار. هذه خطيرة، عرضية خطيرة مرت من الجميع، وفرصة متاحة تصل الحمدان على حدود المنطقة قوية، صدمت في الدفاع. ميتروفيتش على الأرض، اللاعب يستمر، الصافرة تنطلق، الحكم يوقف اللعب بسبب إصابة ميتروفيتش للتأكد ما إذا كان في الدقائق القادمة. هربا كودو، هل سقط في فخ التسلل؟ كرة فيها تسلل، تمل سعادها مرة أخرى، طلب الكرة بجانب سيرجي، مكان خطير، سافيتش عرضية، ميتروفيتش تسديدة لكنها في يد الحارس. الخطورة دائما من السر، أكثر اللاعبين خطورة في قائمة
يحاول في لقطة أخرى، يبحث عن كرة عرضية داخل المنطقة خطيرة من رأس، لكنها مرت بدنه في تسلل في الأصل على كودو، على كيفن. يا ديالو، جاي ديالو خطيرة، ديالو وصول، فرصة متاحة من جانب كامانو مر وتسديدة وكرة في الشباك. نعم فيها تسلل على فريق ضبك. فرانسوا كامانو نجح في الوصول للكرة، لكن في الأصل كان في تسلل. شوفها مرة أخرى، فرانسوا البحث عن كرة عرضية، يحافظ على كرته، سالم من وراء، هنا نيميز عرضية جميلة، مباراة كبيرة لعبد القادر بدران وزملاء. خطفها القحطاني، تمريرة خطيرة والحارس يتألق. الله على لقطة كانت قريبة، تألق كبير لنيتا أمام كرة خطيرة. القحطاني باليسرى حطها، صدمت في الدفاع، مترو حطها، مترو لا يضيع، هدف فينالي أول يا مترو خطفها براسه بروعة كبيرة جدا، يحرك الأمواج الزرقاء. القناص الهداف البارع ميتروفيتش يضيف الضحية رقم 16 في قائمة الضحايا على مستوى أندية المملكة. لم يتبقى شباك إلا وتأذت من هذا النجم الفتاك، من المهاجم المرعب ميتروفيتش. تحرك رائع وضربة راسية هائلة من جانب ميتروفيتش، لاعب لا يمكن أن يضيع أمام المرمى. نشوفها من القحطاني باللمسة الأولى، صدمت في الدفاع. لقد تركوا مترو في مكان لوحده، هذه عادة، تركوه لوحده وبظهره إلى المرمى، وسجل بطريقة هائلة رائعة دون في المساحات الإيرانيين خطيرين. الكرة للقحطاني بينية خطيرة ولمسة، لكن الحارس سألنا فرصة أخرى قريبة، مرة ثانية قريبة. إياك وترك المساحات يا هؤلاء. بدران بالخطأ، خطفها مترو، يصل كرة، يبحث عن سالم بكرة جميلة. يا الله، لقطة ولا أروع من لا شيء. نعم، خطف الكرة من لا شيء مترو، يصل كرة بينية وكرة باتجاه الحمدان، بكرة أيضا خطيرة وتسديدة، صدمت في الدفاع قوية وكرة. يا إلهي، الله على هذا التصدي، الله على هذه اللقطة الرائعة. روعة كانت الكرة الأخيرة، سيرجي قذيفة، لكن حارس رهيب رائع جدا اليوم نيتا. سولان بالخطأ من البلاهي، خطيرة لمصلحة ضبك في هذه الأثناء، محاولة وكرة جميلة والتعادل لفارس الجنوب. نعم، كامانو ينجح في إدراك التعادل، غلطة دفاعية هائلة، ينجح في استغلالها فريق كونترا بروعة كبيرة. فرانسوا كامانو يسجل التعادل لفارس الجنوب. ألم نقل بأنهم أقوياء ضد الكبار؟ دائما ما يكون عندهم الشخصية ويتحلون بالكثير من الشجاعة. ضمك يفعلها، يبعثر أجواء ملعب الملز ويعود إلى الواجهة في هذه اللقطة عن طريق فرانسوا كامانو. جميلة، عمل كبير في اللقطة الماضية. وين البلاهي؟ غلطة فادحة من البلاهي في اللقطة الأخيرة. ثم في هذا الموسم أمام الهلال خطيرة مرة أخرى، كوليبالي يتدخل. وين هذه الكرة لسافيتش جهة اليمين، تصل كرة للقحطاني بكرة عرضية، متر انتظار، لكن الحارس بروعة كبيرة يتألق. نيتا مباراة رائعة جدا، خروج في توقيت رائع، ويحطها في اليسار، تصل إلى لودي، انتظار لمترو، كرة عرضية من لودي خطيرة، مرت من الجميع. الجهات اليمنى يهاجمون، يتقدمون، يحاولون، جميلة، الله ويسجلون. يفعل فريق كونترا. الله يا فارس الجنوب، أيوة أداء هذا، روعة.
جميلة اللقطة، حلوة اللعبة، كورة ولا أجمل. ضبك يبعثر أوراق الهلال بعمل كبير جدا في اللقطة الماضية. من كان ينتظر هذا السيناريو؟ يعني روعة فارس الجنوب. 7 دقائق لفارس الجنوب مذهلة في شوط المباراة الثاني، قلبوا فيها الموازين وتقدموا فيها على الهلال. التمريرة روعة، قابلها في توقيت رائع، وضربة في شباك بونو، يقلبون الطاولة بأداء رائع. ضبك يا جماعة، فارس الجنوب لم يأتي. سالم روعة في المرور، سالم أولى وسالم عدى وسالم بينية مع سيرجي للتورنيدو مرة أخرى، يبالغ أيضا في المحافظة على الكرة، لكن تمريرة تصل حمدان جميلة خطيرة، وبعد ذلك الدفاع تدخل. لودي تمريرة، سالم في اليسار، سالم في المحاولة للوصول إلى الكرة، سالم أمام تغطية، تدخل حكم اللقاء يشير إلى خطأ في مكان خطير لمصلحة سالم الدوسري. بهذه الصورة، بهذا الاندفاع، بهذه القوة في الأداء، هي لنيفيز في هذه اللقطة، فلتكون للهلال. نيفيز حطها لكنها في الجدار، اصطدمت في الجدار القوي الصلب لنادي ضمك، تحولت إلى وجود رمية على الكرة. نيفيز يحاول استعادتها، خطأ يحتسب الحكم، نعم لمصلحة ضمك، للاعب اللي يقدم في مباراة رائعة. رمز يسرى بكرة عرضية خطيرة لكنها مرت من الجميع، خرجت إلى ضربة مرمى. الفكرة كانت رائعة من جوير. تعادل، القحطاني بلمسة جهة اليمين، عرضية الشهراني فيها تغطية، هنا لودي قوية وفرصة، يا الله يا لها باللقطة. كنترول كان جميل للودي، لكن الكرة بمحاذاة القائم من المدافع على قدمين. جميلة ممكن، والله الله جميل اللقطة الأخيرة، يا سلام، من القحطاني إلى الشهراني، وعرضية خطيرة، ولكن الدفاع للبحث عن التعادل. سالم بعرضية خطيرة، وكرة تسديد لا والله مصعب اللي حطها. هذه كرة فنان يا جماعة، هذه كرة لاعب فنان يا جماعة، يا إلهي يا لها من لقطة. مصعب الفنان، الجوير في كل مكان، روعة اللقطة الأخيرة، عمرها ما كانت من البلاهي تسديدة، مع كل التقدير لعلي البلاهي وأدوار الهجومية، لكن هذه كرة لاعب حريف يعرف طريق المرمى جيدا. شوفها مرة أخرى، مصعب حتى في الشباك الخالية ليعود بالهلال من جديد. واحد من أبناء الهلال، من شبان الهلال اللي عندهم الشخصية والقدرات الهائلة. مصعب يسجل، الهلال تصل القحطاني، زاد الهجوم الهلالي، زاد الضغط الهلالي، زاد تدخل وشيب أو لا شيب، الحكم لا يشير هنا إلى أي احتكاك، بالتالي ضاعت جزاء. الكرة العرضية خطيرة لكنها مرت من الجميع. الجوير في اليمين، تغيير اتجاه اللاعب في اليسار، كرة جميلة تصل إلى سالم، حتى للودي، الكرة العرضية خطيرة، وميترو، وكيف يخسرون ولديهم ميترو، وكيف يتعثرون ولديهم ميترو الفتاك، غازي الشباك، ميترو الهداف، يسجل هدفا ثالثا، يقلب النتيجة، يسجل هدفا هلاليا غاليا، يتقدم في النتيجة، يسجل هدفا هلاليا، يجلب الانتصار. حتى الآن في هذه الوضعية، في حكم المباراة إلى ماذا يشير؟ إلى هدف هلالي، هدف هلالي، فرحة أصبحت أكبر. Hey there, horror fans. Ready to be spooked? Let me tell you about the most terrifying haunted house story that will keep you up all night. This tale takes place in a small, quiet town where an old, decrepit mansion sits on the outskirts. For years, it was the subject of whispers and rumours, a place no one dared to enter. They say it was once owned by a wealthy family who vanished mysteriously one night, leaving behind only their eerie, empty home. Years went by, and the mansion fell into ruin. But one night, a group of curious friends decided to explore the haunted house. Armed with flashlights and courage, they stepped into the darkness.
Inside, the air was thick with dust and the smell of decay. Every creak of the floorboards seemed to echo through the empty halls. As they ventured deeper, they started hearing whispers, soft and indistinct, like someone was trying to communicate from the beyond. Suddenly, one of the friends felt a cold hand touch their shoulder. They spun around, but no one was there. Panic set in, but they pressed on, determined to uncover the mansion's secrets. They reached a room that seemed untouched by time. In the center stood an old, ornate mirror. As they approached, a chilling figure appeared in the reflection, a woman, pale and mourning, with hollow eyes that seemed to pierce their souls. Terrified, the friends tried to leave, but the door slammed shut, trapping them inside. The whispers grew louder, becoming almost deafening. The sense of dread was overwhelming. One of them remembered a legend about the mansion, that the family had been cursed, and their spirits were doomed to haunt the house forever. The friends realized they had to perform a ritual to release the spirits. With shaking hands, they recited the incantation they found in an old book. The room grew colder, and the ghostly figure approached. Suddenly, a bright light filled the space, and the spirits were gone. The door creaked open, and they fled the mansion, never looking back. They survived, but the memory of that night haunted them forever. So, next time you hear whispers in the dark, remember this story. Sweet dreams, if you can sleep at all. Thanks for listening. If you enjoyed this story, don't forget to like and subscribe for more chilling tales.